السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. واسفة جدا جدا على تأخير الفيديو، بس كانت ورايا حاجات كتير قوي والنت كان بعافية شوية، اتأخرت جدا في ان انا ابعت لكم الفيديو دوت. طبعا انا بتأخرش عليكم في حاجة، بس معلش اعذروني والتمسولي العذر. بصوا حبايب قلبي، هنا احنا جبنا بقى حلاوة المولد. انا لما بجيب الحلاوه على فكره ما بنقيش اي حاجه وخلاص، وما بجيبش كده، لا انا بنقي الحاجات اللي احنا بناكلها واللي احنا عشان ما فيش حاجه تترمي ولا حاجه تتبقى. بصوا حبايب قلبي، بصوا دوت مشبك. المشبك ده احنا كل سنه بنجيبه من نفس الراجل اللي احنا بنتعامل معاه. المشبك ده بيبقى طري جدا، احنا بناكله كده بالشوكه، طري جدا جدا. وعايزه اقول لكم بيبقى طعمه في منتهى الجمال، جميل جدا جدا. بصوا بيبقى طري. كل سنة بنجيبه. العلبة كانت بتبقى نص كيلو فيها 4 اقراص، دي العلبة قصدي كيلو بتبقى فيها 4 اقراص. السنة اللي فاتت العلبة كانت ب50 جنيه وكانت فيها 4 اقراص. السنة دي العلبة 4 اقراص ب60 جنيه، والقرصين دول ب30 جنيه. فانا قلت بدل ما اجيبها اجيب ايه، واسمي برضو ان انا جبت وجبت لهم برضو المشبك، ما حرمتهمش منه، وفي نفس الوقت ايه، جبت اللي هي العلبة النص كيلو. وهنا طبعا دوت حاجه تحفه كلنا بنحبها وما بنختلفش عليها، الملبن الحبل. بصوا الملبن الحبل اهوت، كان في منه مغلف، القطعه ب25 جنيه. فانا قلت لا انا هجيب ديت، ده نص كيلو. جبت نص كيلو على حسب بقى ما انت ما بتوزني، زي ما انت ما بتطلعي. انا وزنت دوت طلع نص كيلو حاجات بسيطه ب60 جنيه. وجبنا هنا هو، بصوا بقى الهريسه او اللي هي البسيمه زي ما بنقول. جبت منها برضو على عددنا. ربنا يزيد ويبارك يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. ودي بقى حاجات كده تفاريحي كده مالك شبتت فيها، بس عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا. انا ما كنتش مقتنعه بيها اصلا، ما بحبش الحاجات اللي فيها الوان كتير دي، بس لما دقناها لقيناها طعمها حلو، طعمها حلو قوي، عجبتني جدا. وجبنا كمان اللي هي النوجه، برضو جبت على عددنا. انا زي ما بقول لكم بجيب الحاجه اللي احنا بناكلها. النوجه طريه وجميله جدا، مش ناشفه ولا اي حاجه. وجبت كمان اللي هي الشكلمه دي، برضو بنفس الطريقه، بجيب بعددنا الحاجات اللي احنا بناكلها بس. وهنا طبعا جبت اللي هي الفوليه، وجبت كمان السمسميه، وجبت الحمصيه. وده فول مغطى بالشوكولاته، حلو قوي، كل مره بنجيبه. وهنا بقى اولادي ما بياكلوش جوز الهند، بس احنا بنحبه، فانا جبت واحده ليا وواحده لجوزي. وهنا في ايه تاني، في اللي هو الملبن الاحمر ده. انا ما باكلش الملبن خالص، فعبده ابني بيحبه قوي، فجبت منه وزودت له كمان اهو. بس كده، هي دي العلبه بتاعتنا. زي ما انا بقول لكم احنا ما بنجيبش اي حاجه وخلاص، انا بجيب الحاجه اللي احنا بناكلها واللي احنا بنحبها، عشان ما فيش حاجه تترمي ولا حاجه تتبقى. كل واحد بياكل اللي هو بيحبه واللي بيفضله. وزي ما بقول لكم انا ما بجيبش اي حاجه وخلاص. بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم. كل سنه وانتم طيبين. لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واللي اول مره يشوف القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. كل سنه وانتم طيبين، مولد نبوي شريف. ندعي بقى ربنا ونصلي على الرسول كتير عشان ربنا يبارك لنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.